ونشرع الآن بإذن الله تعالى بأحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا النون الساكنة والتنوين هذا أمر يعني حكم منتشر ومعروف، يعني كثير من يدرس علم التجويد أول ما يبدأ مع الطلاب يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة وأحكام المدود، بل بإن بعضهم أفردهما بالتأليف. بعض المصنفين أفردوا أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمد والقصر، أفردوهم بالتأليف لكثرة ورود هذه الأحكام في القرآن الكريم، فأفردوها مع أنها جزء ضئيل من علم التجويد. هي جزء وأساسي، ولكن هناك جزء أكبر، جزء مخارج الحروف، جزء صفات الحروف الذاتية والعرضية وما يترتب على ذلك، وهمزات الوصل والإدغامات الأخرى والمتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، كل ما مر معنا وما سيمر هذا كله علم التجويد. فعندما يدرس الإنسان هذا العلم عليه أن يدرسه بكماله، لا أن يدرس بعضه ويترك بعضه الآخر.